لو الدنيا بينكم ما بقتش زي الأول وحاسس إنها مش بتحبك زي زمان وإنت عايز تغير ده، فلازم تفهم الأول إن البنات بتشوف الحب من الرجالة ضعف مش قوة، على عكس اللي إحنا كلنا فاكرينه، على عكس اللي بيتقال دايما في كل حتة في الحياة، مسلسلات، أفلام، كل حاجة. البنت مش بتشوف الحب منك كحاجة قوية، بالعكس ده بتشوفه أكنه ضعف. وأنا عارف إن كتير منكم مش هيصدق وكتير منكم هيستغرب اللي أنا بقوله ده، بس احنا جنسين مختلفين. نظرتنا احنا كرجاله عن الحب مختلفه عن نظره البنات. ليه؟ لان انت بالنسبه لك كراجل، او عموما احنا كرجاله، لما بتقول لبنت ان انت بتحبها فده معناه ان انت بتحبها وخلاص انت بتحبها. الكلمه صريحه، الموضوع نقي، الموضوع ما فيهوش تلاعب. لكن لما بنت بتقول لك انا بحبك فهي مش بتقصد نفس المعنى اللي انت بتقصده. لما هي بتقول انا بحبك فهي مش بتحبك انت، لكن بتحب اللي انت بتقدمه ليها، المشاعر اللي بتخليها تحسها، اسلوب الحياة اللي بتعيشه معاك، القيمة الاجتماعية اللي هي بتحس بيها. البنت مش شايفة الحب بنفس النظرة اللي انت شايفها. انت فاكر ان الحب ده الشيء النبيل الطاهر، الحاجة الجميلة جدا، النقية، بس البنت نفسها او الانثى عموما مش بتشوف الحب بالنظرة دي. فانت ممكن تبقى فاكر ان انت بتعمل الصح، انت واخد البنت قاعدين انا بحبك، انا ما اقدرش اعيش من غيرك، الحياه من غيرك ملهاش طعم، لما بنبقى زعلانين من بعض ما بيجريش نفسي اكل، ما بيجريش نفسي انام، طول اليوم بفكر فيكي. تجيب لها ورد وتجيب لها هدايا وتروح لها الشغل مفاجاه، تروح لها الجامعه مفاجاه، تكتب لها رسائل طويله. انت فاكر ان انت بتعمل الحاجات اللي بتبين لها ان انت بتحبها، بتحاول توصل لها الصوره النقيه اللي انت شايفها عن الحب. دي نظرتك انت، لكن كل اللي انت بتعمله ده ما يفرقش معاها ب 2 جنيه. واللي مجرب هيبقى عارف كلامي كويس، لان هي مش شايفه كل اللي انت بتعمله ده كحب، انما هي شايفه ان ده ضعف. ان هي شايفه ان انت لما تقعد تعمل كل ده عشان تكسب رضاها فده معناه انك راجل ضعيف ما عندوش حياه، سهل يتداس على وشه، سهل يتداس على كرامته، انا عملت فيه كذا وكذا 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 وهو برضو عايزني. هي شايفه ان انت كده راجل قيمته قليله، راجل ضعيف، راجل محتاجها علشان يكمل حياته، راجل لو هي مش موجوده حياته هتتدمر. فبالتالي بتشوفك ان انت راجل ضعيف، والبنت عمرها ما بتتشد للراجل الضعيف. انا من اول فيديو في القناه هنا بقول ان البنات بتتشد لقوه الشخصيه، عكسنا كرجاله بنتشد للشكل اكتر، وده السبب اللي للاسف البنات بتنجذب عشانه للرجاله السرسجية، الباد بويز، الرخمين، الباردين زي ما هما بيقولوا. لأن الراجل اللي هي بتوصفه بالمنظر ده هو عارف إن هو رقم واحد في حياته، هو عارف إن هي وجودها جميل وكل حاجة بس مش حياتي كلها. أنا مش مستني إن بنت تخش حياتي عشان حياتي تكمل، أنا حياتي كاملة أصلا. أنا جايبك عشان أنبسط، والله هننبسط سوا جميل، مش هننبسط سوا أشوف غيرك. الرجالة دي ما بتقعدش تديهم محاضرات انا قد ايه بحبك، انا قد ايه مش عارف اعيش من غيرك، انا قد ايه بعشق الهوا اللي بتتنفسيه. مفيش الكلام ده. الراجل ده لو هي قلت منه في يوم قال لها بقول لك ايه، الكلام ده ما ينفعش معايا، هتعدلي هنكمل، مش هتعدلي باي باي، هيرسم حدود. لكن الراجل التاني مش هيعمل كده. الراجل التاني ممكن حرفيا تخونه وهو يحاول يصلح الدنيا ما بينهم عشان الحلو اللي بينهم. لكن لو الراجل اللي هم بيقولوا عليه بارد، اللي هم بيقولوا عليه سرسجي، اللي هم بيقولوا عليه باد بوي، الراجل ده لو هي فكرت تقل منه في يوم بأي شكل من الأشكال الخط الأحمر هيترسم في ثانية. ولو هي فكرت بس إن هي تعديه خلاص هو هيقدر إنه يبعد عنها، لأن هو مش مخليها حياته كلها، فبالتالي هيقدر يمشي. عكس الراجل التاني، الراجل الضعيف للاسف هو بيحبها وقضى الحب النقي الكلام ده جميل، بس ما يقدرش يعيش من غيرها. فبالتالي لو هي دست على وشه هيحاول يصلح الدنيا بينهم، لان البعد بالنسبه له مش خيار اصلا، دي لوحدها مصيبه. لكن لما انت بتبدا تحط حدود، لما انت بتعرفها اللي انت بتعمله ده غلط، اللي بتعمله ده مش صح، اللي بتعمله ده ما ياكلش معايا، فبالتالي البنت ممكن تبين لك انها متضايقه، البنت ممكن تقول لك انا ما بحبش حد يتحكم فيا، دي ذكوريه سامه، ده انت ذكوري، ايا كان اللي بتقوله. لكن اللي بيحصل فعليا ان هي احترامها بيكبر ليك، ولما البنت تحترمك البنت هتحبك. لان انا دايما بقول من اول فيديو برضه على القناه ان الاحترام اهم من الحب. لو البنت بتحبك بس ما بتحترمكش
فهتسيبوا بعض، لان الحب لوحده مش كفايه. لكن لو هي بتحترمك اكتر مما هي بتحبك هتكملوا سوا. لو انت عايز ان انتوا تكملوا، القرار والاختيار والقوه العلاقه كلها هتبقى في ايدك انت. وانا كنت عملت فيديو قبل كده ان اقوى كلمه ممكن تقولها البنت هي كلمه لا. لان السمبات والرجاله الطريه الناعمه اللي فاكره ان اللي بتخلي البنت كل حاجه في حياتها، ما يقدرش يقول لها لا. لو قلت له انا هعمل كذا ما يقدرش يقول لها لا، لان هو عارف لو قال لها لا هتتضايق منه، وهو ما يستحملش ان هي ممكن تتضايق منه. ما يستحملش ان هو يبقى راجل كده عارف ياخد قرار، عارف يرتب اولوياته ازاي. لازم كل ما هتطلب منه حاجه يقول لها ايوه حاضر نعم. البنت عمرها ما هتحترمك وانت مش قادر تقف لنفسك حرفيا. لو انت مش قادر تبقى راجل، هي هتعلمك تبقى راجل ازاي؟ البنت عايزه راجل، البنت مش جايه تعلمك. فلو انت بالمنظر ده قدامها، هي هتشوف انك ضعيف، مش هتشوف ان انت النبيل اللي بيحبها حب طاهر ومش شايف غيرها وكلام الافلام ده. الكلام ده في الافلام بس، لكن في الحقيقه العكس تماما. البنت بتنجذب بقوه الشخصيه، مش بتنجذب بالضعف. فبالتالي هتشوفك ضعيف هتقفلها، مش هتحس بحاجه من ناحيتك. هتلاقيها جايه تقول لك انا كنت بحبك بس فجاه كده مش عارفه، انا حاسه ان انا اتقفلت، انا حاسه ان انا المشاعر دي ما بقتش موجوده، انا مش عارفه انا ليه حاسه في كده، بس هو ده اللي حصل. انت كويس، انت كل حاجه، بس انت ممكن تستاهل بنت احسن مني. البق ده هيتقال لك بالنص، ترجمته لا يعني نبص، احنا ممكن نعتبر ان الكلام ده لغه البنات لغه البنات، فاحنا هنترجم لغه البنات دي للعربي بقى بتاعنا، اللي هو ترجمته انت ضعيف، انت ما عندكش كرامه، انا هنتك مره واثنين وثلاثه وانت كنت بتقول لي حاضر ونعم وانا خايف على اللي بينا. فانا مش عايز راجل طري، انا مش عايز راجل سمب، انا مش عايز راجل بيتا، انا عايز راجل الفا، راجل عارف يحط حدود، راجل شخصيته قويه، راجل احس ان انا مع راجل فعلا معاه. طب واحد يجي يقول لي يا عم انت عمال تقول لي الحب ضعف، البنات بتشوف ان الحب ضعف، طب انا بحبها اتصرف معاها ازاي؟ طب انا دلوقتي واحد متجوز، واحد خاطب، اتعامل مع خطيبتي ازاي؟ انا هقول لك بجمله واحده بس، لو انت عايز تظهر لها حبك من غير ما تبان ضعيف، فانت هتعمل كده عن طريق ان انت اللي تتحكم في اطار العلاقه. يعني انت اللي تبقى ممشي الدنيا، انت اللي تبقى مسيطر، انت اللي تبقى بتحط حدود. ليه تتحكم انت في اطار العلاقه؟ لان ده هيعمل معاها اختلافات، فهيجي يوم من الايام هتبقى هي عايزه حاجه وانت هتقول لها الكلام ده ما يحصلش، فهيحصل بينكم تصادم. التصادم ده اكتر حاجه بتعمل اتراكشن، اكتر حاجه هتولد ما بينكم انجذاب، اكتر حاجه هتخليها تحس ان هي نفسها فيك. انا متضايقه منه بس في نفس الوقت انا حاسه ان انا مع راجل عارف يمشي الدنيا ازاي، مش سايبني على هوايا، مش سايبني على حل شعري، راجل كده حاكمني. الحته دي بالنسبه لاي بنت اكتر حاجه سكسي ممكن تحس بيها، اكتر حاجه هتخليها تحس ان هي نفسها فيك. فلو انت بصيت على اغلب الجوازات دلوقتي ومعدل الطلاق اللي بيرتفع كل يوم عن التاني، هتلاقي ان الراجل اتقلب عيل طري بنسبه 100%. هتلاقيه حياته كلها بقت قايمه على ان هو يخلي مراته مبسوطه، اي حاجه بتطلبها بيعملها حتى لو هو مش عايز، هو فاكر ان كده بيبين لها حبه. فبالتالي هتلاقي الطلاق بيرتفع، الخلع بيرتفع، حقوق المرأة بترتفع، فيمينست بتزيد، الحاجات الهبلة دي كلها بتكتر، لأن الراجل مش عارف يبقى راجل. الراجل فاكر ان دي الرجولة، وده للأسف غسيل المخ اللي الإعلام بيعمله لينا. انت لو فاكر، انت لو شايف الناس كلها بتقولك ان ده الصح، فانت هتفتكر ان ده الصح. تيجي تجربه في حياتك تلاقي الدنيا بتمشي العكس، وانت تقعد تحتار يا ريت تمشي العكس. عشان دي مش الطريقة اللي احنا كرجالة المفروض نبين حبنا بيها. عشان تبين لها ان انت بتحبها من غير ما تبان ضعيف، لازم ما تبقاش متوقع. مش لازم تجيب لها الهدايا يوم عيد الحب، مش لازم تجيب لها الهدايا يوم عيد ميلادها. خليك كريتيف، خليك انت الأولوية. اعمل الحاجة وقت ما تكون مناسبة ليك، لان انت الراجل. يعني انت الراجل، يعني انت القائد، يعني انت رقم واحد وهي رقم اتنين، مش العكس. تصرف بالاساس ده، تحط نفسك اولويه، حب نفسك، البنت هتحبك. اجري ورا البنت، اتشقلب عشانها، بيع نفسك عشانها، البنت هتسيبك وتروح لواحد ارجل منك. للاسف دي الحقيقه الصعبه، بس زي ما انت متعود مني في القناه هنا، انا بقول لك الحقيقه من غير ما اجملها، من غير ما احط اي حاجه. انا قناتي اسمها افهم دماغ البنات، القناه دي انا بعلمك ازاي توصل للبنت بيها. لما اجي اقول لك الكلام ده ممكن نظريا يضرني، ان انا بقول لك حط نفسك اولويه، ما تجريش ورا البنت. ممكن ده يجي له مشاهدات قليله، لان انت خلاص هتحس ان انت مش عايز تتفرج، بس ده ما يفرقش معايا. انا اللي يفرق معايا ان انا اقول لك الكلام الصح.
البيزنس بتاعي، القناه بتاعتي قايمه على ان انا اديك القيمه الصح، اديك حاجه انت فعلا محتاجها، مش ان انا اضحك عليك، مش ان انا احور، مش ان انا انزل لك فيديو وانا بشقط بنتي في الشارع، طب ماشي شقطتها، كلمنا اسبوع بعدين وصلنا لفين. انا بعلمك الحاجات اللي هتخلي العلاقه تكمل على طول، الحاجات اللي هتحفظ كرامتك، الحاجات اللي حتى لو العلاقه مكملتش فانت هتبقى عارف ان ده القرار الصح ليك، هتبقى عارف ان انت اللي خلتها ما تكملش مش هي اللي رفضتك، ودي تفرق كتير. فكملخص للفيديو، البنت بتشوف الحب انه ضعف، مش بتشوف ان الحب قوة. عشان تبين لها حبك لازم يبقى بطرق معينة، ما تبقاش متوقع، تتحكم في اطار العلاقة، ما تبقاش راجل طري. ده كل اللي انا كنت عايز اقوله النهارده. ما تنساش تعمل شير للفيديو للرجاله اللي محتاجاه فعلا، لان انا متاكد ان اغلب الرجاله في مصر وفي العالم كله تقريبا محتاجه تسمع الكلام ده، لان غسيل المخ اللي جاي من الاعلام والافلام والمسلسلات حتى والله المصارعه بقى فيها الكلام ده، يعني وصلت للمصارعه. كل الناس بتقول لك ان ما بقاش في حاجه اسمها الراجل هو القائد والست هي اللي تتبعه، لا احنا متساويين، احنا مش عارف ايه، فالكلام ده مش صح. فابعت الفيديو ده للناس اللي فعلا محتاجاه. متنساش تعمل لايك، لان اللايك ده بيخلي الفيديو يظهر لناس تانية، اليوتيوب بيشوفك بتعمل لايك فيقول ده في واحد عجبه الفيديو، طب ما انا ابعت الفيديو ده لناس تانية تشوفه. فاللايك بتاعك برضو هيساهم ان الفيديو ينتشر. اعمل سبسكرايب، شغل الجرس علشان اول ما انزل فيديو يوصل لك نوتيفيكيشن ان انا نزلت فيديو، فتلحق تخش تشوفه اول باول. متنساش لو محتاج اي حاجة اكتب لي في الكومنتس وانا هرد عليك على طول.